السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب التوينز في كل زمان وفي كل مكان. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن تأجيل الإعلان عن خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي لحد مباراة فاركو، لحد بعد مباراة فاركو. فإذا عماد النحاس مكمل لغاية مباراة فاركو، وهل ده في صالح النادي الأهلي ولا لأ؟ تاني عنوان معانا أجانب الأهلي في كأس العالم للأندية. مين هما الخماسي المتوقعين؟ طبعا احنا ممكن نسجل أكتر، ممكن نسجل أكتر في القايمة على حسب القرار اللي لسه نازل. تمام؟ لكن مين بقى هما الخماسي الأساسيين اللي احنا نعتقد هيبقى ليهم دور أساسي في كأس العالم للأندية؟ لو انت بتتفرج علينا من عن طريق اليوتيوب ما تنساش لايك الفيديو وتعمل سبسكرايب لو انت في القناه انت مش عامل سبسكرايب. لو انت بتتفرج علينا عن طريق الفيسبوك ما تنساش اللايك والشير للفيديو. لو انت بتتفرج علينا عن طريق التيك توك او الانستجرام ما تنساش الفولو، ان شاء الله هرد لك الفولو. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا بعنوانين اللي احنا قلنا عليهم، تاكيد التعاقد بتاع خوسيه ريفيرو وخماسي الاجنبي بتاع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. نبدا الحلقه بتاعتنا باول عنوان: تاجيل الاعلان عن خوسيه ريفيرو مدرب النادي الاهلي القادم بتاع العام القادم باذن الله لغايه بعد مباراه فاركو. فاذا كابتن عماد النحاس هيستمر لحد مباراه فاركو اللي هي مباراه يوم 28 باذن الله. طيب هل القرار ده في صالح النادي الاهلي؟ طيب هل القرار ده هو الانسب الفتره دي؟ يعني واحد يقول لك في الموضوع ده فيه شقين. اول شق يقول لك لا، احنا عماد النحاس كفايه كده عليه، ريح بقى عمده شويه، لا احنا نجيب بقى المدرب الاجنبي يلعب مباراه فاركو ونشوف اسلوبه ونشوف لعيبته ونشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي واحنا كمان نطمن. الجزء ده فيه جانب روحاني شويه او جانب يعني مشاعري شويه. احنا كجماهير عايزين الاسباني يجي، فاهم؟ اللي هو احنا الاسباني لازم يجي يقف على الخط، هي خلاص بقى كده احنا عايزينه يجي بقى نشوف التيكي تاكا بتاعت الاسبان. ليه توصلوا على النبي؟ ده اول شق. الشق الثاني يقول لك ايه؟ لا، الانسب والافيد للنادي الاهلي دلوقتي ان احنا ما نجيبش الراجل من دار للنار على طول. انت هتجيبه في ماتش، خلي بالك الدوري لسه مش محسوم، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت هتجيبه في ماتش ممكن احتماليه بنسبه يا عم قول 40 50% 40% ولا حاجه ان احنا نخسر فيه دوري. طب لا قدر الله لو حصل سيناريو وحش وخسرنا دوري او خسرنا من فاركو حتى وبيراميدز خسرت يا جدع وخدنا الدوري برضه في الاخر، بس برضه اسمها خسرنا ماتش، فاهم؟ لا لا، انت ممكن اصلا تخسر وبيراميدز يكسب، يبقى انت انا بقول لك حتى لو بيراميدز خسرت وخدنا الدوري. يبقى انت لا، بيراميدز يكسب الفريق بتاعه يبقى احنا خسرنا الدوري. ايوه، ده ما هو ده اول تنبؤ. تاني تنبؤ حتى لو بيراميدز خسرت وخدنا الدوري يبقى بس انت كده شيلت المدرب ليله. وهو ده القرار بالنسبه لنا احنا، من وجهه نظرنا احنا. وجهه نظرنا هو وجهه نظر الثانيه هي الصح، اللي هو العقل بيقول ان انت تاجل الاعلان للمدرب ده لغايه بعد ماتش فاركو. خلاص بقى عماد النحاس بداها وكانت هتتخرب في النص، خليه يكمل الليل ان شاء الله باذن الله ان ينتهي على خير. بس على الاقل المدرب تبقى اسمها ان الجهاز المؤقت بتاعك اللي خسر. ايوه بالظبط. لكن المدرب يجي ياخد له فتره اعداد، فاهم؟ فتره اعداد بقى عشان كاس العالم. في بقى كده ايه، ما يتحطش تحت لود، ما يتحطش تحت ضغط. واحنا كجماهير ما بنحلش، ما احنا المدرب ده لو قدر الله، ما احنا انا اقول لك احنا لو كجماهير عقلانيين شويه، لا انا اقول لك جماهير الاهلي مش عقلانيه نهائي، وبنتعامل بمشاعرنا وباللي اللي بيجري في الدم ده، فاهم؟ فلو المدرب خسر او شفنا منه اداء زي النيله هنمسك المدرب نشطفه، والمدرب هيجد، فاهم؟ من الفريق قبل ما يخش كاس العالم للانديه. طب وليه؟ ليه تعمل كل ده؟ ليه تحط على الراجل لود ممكن يبقى هو مدرب كويس؟ فالعلي بيقول من وجهه نظرنا ان خوسيه ريفيرو يلعب او يبدا يجي الفريق بعد مباراه فاركو. كمان عايز اقول حاجه يا جماعه، هتخلص مباراه فاركو تمام، هيبقى عندك فتره كافيه تمام، مش كبيره، يعني قول مثلا اسبوع ولا حاجه 10 ايام تبدا تعمل فيهم اعداد لكاس العالم للانديه. وخلال الفتره دي برضو من النهارده لحد يوم 28 لحد من نهايه مباراه فاركو برضو المدرب اكيد بيشوف السي في بتاع كل لاعب، واتفرج اكيد على اللعيبه الماتش اللي فات وهيتفرج قدام فاركو. يعني برضو المدرب بيعد تمام، المدرب مش عارف اسماء اللعيبه صباح الفل، هتمسكوا ماتش فاركو ازاي؟ انت هتمسكه اصلا على تكتيك النحاس كده. يعني النحاس هيقعد جنبه كده كمدرب مساعد، هيقول له طاهر ده بيلعب جناح وبيعمل كذا لعيبه اساسي، فالمدرب هيشوف النحاس صادي ولا لا. كوكا ده احسن باك شمال في مصر لعبه، اما في 60 ده باك فاشل، طلعه بره السكور يقوم مطلعه. فرساله للكابتن عماد النحاس: خلاص احنا قلنا ان خوسيه ريفيرو هو الانسب
ان هو الانسب ليه ان هو يمسك بعد ماتش فاركو. تمام. رساله لكابتن عماد النحاس، ماتش فاركو ده اخر ماتش ليك، ابوس ايدك. ده هنعمله فيديو لوحده والله، احنا معاكم لغايه يوم 28. احنا ما فيش حاجه نتكلم فيها، نتكلم في صفقات بقى، نتكلم في ليله، نتكلم في ألف ليله وليله. نتكلم في اي حاجه. رساله لكابتن عماد النحاس، بالله عليك، بالله عليك، ماتش فاركو ده اخر ماتش، ويعتبر يعني المدرب لازم يتفرج على اخر 3 ماتشات مثلا في الدوري ولا حاجه، فاهم؟ لازم. فلا، العب بتشكيله ترضي ربنا سبحانه وتعالى قبل ما ترضينا احنا. العب بتشكيله ترضي ربنا، لاعب علي معلول، فاهم؟ لاعب قفشه، بلاش ده. لاعب احنا قفشه. عارفين ان هو مش هيلعب يا جماعه، انا احنا زهقت. بس بنتمنى. بس في نقطه، اوعى تستهين بفاركو، تمام، واوعى تستهين. امبارح شوبير في اللقاء التلفزيوني قال لك معلومه مهمه جدا جدا. اياكس الهولندي اللي بيلعب في الدوري الهولندي كان متصدر لحد اخر مباراه، راح فقد نقط، عمال يفقد نقطه في الثانيه لحد ما فريق بي اس في تمام كسب الدوري الهولندي. تمام. ده درس للجميع، اللي ايه، ان انت وارد قوي 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 تتعثر قدام فاركو. ليه؟ لان الجيل ده ملوش امان. الجيل ده اللي خد معاك اكبر عدد من افريقيا والدوري، وخد معاك بطولات قاريه كتير، ورجعنا لكاس العالم. بس الجيل ده كمحلي ملوش امان. تمام. فانت وارد جدا تتعثر. فاحنا مش عايزين منكم اي حاجه غير ان انتوا تكسبوا ماتش، ومش عايزين منكم اي حاجه خالص غير ان انتوا تلعبوا برجوله، وفككم من نتيجه مباراه بيراميدز وايا كان الفريق اللي هيلعبه. بس انتوا اكسبوا بس. عايزين اداء، عايزين رجوله، مش عايزين اي اداء مخيب. خشوا كاس العالم وانتوا رافعين معنوياتكم في السماء، ان انتوا ابطال دوري بعد ما كنتوا المركز الثاني بفرق 4 نقط. فالموضوع مش صعب خالص، كل واحد يعمل اللي عليه عشان الراجل الاجنبي اللي جاي ده على الاقل يبقى واخد حافز، فاهم؟ ما نبقاش خاسرين دوري، حرام حرام. بلاش الراجل ده مش هيبقى فارق معاه. اللعيبه نفسها اللي هتلعب كاس عالم للانديه دي تبقى واخده دوري، بلاش. انا عارف اللعيبه دي اصلا مش فارقه معايا اصلا، مفيش حد فارق معايا، احنا اللي بنشيل التيم في الاخر، فاهم؟ انا بقول لك يمكن يعني واحد الا من رحم ربي، حد راجل في الفرقه دي يتاثر ولا حاجه. فالانسب، وده اول موضوع معانا، الانسب للنادي الاهلي الفتره الجايه ان عماد النحاس يكمل الماتش الاخير بما يرضي الله. انا اسف والله لا بقول الكلمه دي، لكن احنا محتاجين مدرب اجنبي. لمسه المدرب المصري غير مجزيه بالمره نهائي. بانت والله يا جماعه، اخر مدرب مصري جه في الاهلي لعب كوره كان البدري. مفيش دكر جه بعده خالص، انسى. البدري اللي كان مش عايز اقول لفظ والله في الفيديو، بس كان بيهين اللعيبه كده في الملعب، والتبرئه بتاعته اقسم بالله تخليني انا اهو، انا واحد مش بلعب في الاهلي، بس تبرئه البدري ممكن تخليني اعملها على روحي على طول، على طول. مدرب الهدوء مش هينفع خالص يا عمده، الهدوء مش هينفع، والمكابره مش هتنفع. وان انت تروح على لاعب في الدكه وتبوس راسه، معلش انك انت اتبدلت يا عم، اللي يزعل يولع، ما اللي يزعل يخبط راسه في ألف خراره. اختياراتك يا عمده خطأ تماما، غلط غلط غلط. اختياراتك غلط، اختياراتك في التشكيله غلط، بانت. ما دام انت لسه متمسك، انت كابتن عماد النحاس كان بيدرب المقاولين وابن النادي الاهلي، واديتك فرصه، الخطيب اداك فرصه انك تمسك. ما دام انت لسه متمسك زي بلاعب زي كوكا، يبقى دي مكابره وعدم، مفيش احترافيه. والفضيحه قال لي معلول يغير وبعدين قعدوا تاني. شفناها بقى بعد الماتش، بتقول لي معلول يغير ويتعادل تاني. يا ابني هو لعبه في ايه القرف اللي احنا بنعمله ده مع اللعيبه الاساطير بتاعت اللعيبه؟ يلا يا جدعان عشان نخلص. ده اول موضوع معانا خلص. الموضوع الثاني يا جماعه، الخماسي الاجنبي للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. خليني اسبق لك الحدث واقول لك ان الخماسي هم بن رمضان، صفقه جديده، بن شرقي، اشرف داري كده. بن رمضان، بن شرقي، اشرف داري، جراديشار. الخامس اللي عليه كلام يا جماعه اليو ديانج. وخليك عارف عزيزي المشاهد ان اليو ديانج قاعد ومش قاعد. يعني ايه؟ يعني اليو ديانج الخامس الاجنبي اللي هيشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه، تمام؟ بس خليك متاكد ومتيقن ان لو خوسيه ريفيرو طلب التعاقد مع اجنبي خامس، اول واحد هيطير من الفريق هو اليو ديانج. يبقى اذا اليو ديانج قاعد ومش قاعد، بس هو سيتم بقيته وهيلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه. بس الوحيد اللي مرشح انه يمشي من الخمسه هو اليو ديانج.
طب واحد يسالني سؤال ويقول لي ايه موقف كريستو وايه موقف معلول وايه موقف يحيى وايه موقف اللهم صل على سيدنا محمد، قندوسي. تمام. ايه موقف الاربعه دول؟ كريستو والقندوسي ومعلول ويحيى عطيه الله. يحيى ومعلول مع السلامه، مع السلامه، خدها مننا وما تراجعش. يحيى ومعلول لن يتم قيدهم في الاهلي الموسم المقبل. كريستو وقندوسي سيتم عرضهم على البيع او الاعاره. تمام. خلاص كده يا جماعه، زي الفل زي الفل. طيب ايه بقى التكه؟ التكه في الحته دي ان الخمسه الاجانب اللي هم منهم يحيى واشرف داري وبن شرقي وبن رمضان وليو ديانج هيتم قيدهم في كاس العالم للانديه مع اضافه يحيى او معلول للقايمه كاستثناء. تمام. وفي كارثه ثانيه، ودي على فكره بين السطور ومحدش هيقولها لك غيرنا والله. اليو ديانج بنسبه كبيره جدا ممكن ما يحضرش المعسكر الاعداد بتاع خوسيه ريفيرو. ليه؟ بسبب استدعائه لمنتخب مالي شهر يوليو او شهر 6. اقصد الاستدعاء الرسمي بتاعي شهر 6، وخليك عارف ان ما ينفعش النادي الاهلي يرفض الا لو اتكلم مع منتخب مالي بالحب. مدرب منتخب مالي قبل. طب المعسكر ده من كام لكام؟ المعسكر ده من 2/6 ل 10/6. تمام. يبقى اللي هو يعني معسكر مالي، التوقف الدولي بتاع مالي اللي هيلعب فيه الماتشات بتاعته من 2 ل 10. اذا ممكن ما يحضرش 3/4 المعسكر الاعدادي بتاع خوسيه ريفيرو. يبقى اذا مش هيلعب اصلا مع المدرب. كده عمره ما يلعب خلاص كاس العالم للانديه اصلا، انسى. تمام. ده الموقف الكامل لاجانب الاهلي. طب احنا نفسنا مين يكمل؟ اول واحد فيهم والباقي يطلع بره النادي خالص هو علي معلول. حرام، حرام، مش هقول اكتر من كده. حرام. اصل انت يعني كده علي معلول مش هيكمل، يبقى انت هتروح تجيب باك شمال. تمام، مصري بقى اجنبي ايا كان. طب ليه هتجيب باك شمال ما انت عندك واحد جاهز واجنبي عندك؟ ليه؟ ومش اجنبي، ده مش جاي مثلا. احسن اجنبي دخل الاهلي اخر 10 سنين. يعني انت مش لسه هتجرب فيه، انت مش لسه هتجرب فيه. حد مسؤول بيراعي ربنا في النادي يتكلم، يفتح بقه عن الملف اللاعب ده. يا جماعه حرام. اللاعب ده بمنتهى السهوله كده احنا بقينا نكتب على السوشيال ميديا وبقينا نقولها ببقنا بمنتهى السهوله: رحيل معلول نهايه الموسم. بس. تمام. فدي كارثه يا شباب، دي كارثه، حرام عليكم. من اللعيبه المحليه اللي مش هيلعب كاس العالم للانديه، اول واحد قولا واحدا عمرو السوليه. تمام. عمرو السوليه خلاص مضى مع فريق السواحل الليبي، وبنسبه كبيره مش هيشارك الا لو خوسيه ريفيرو ليه راي تاني. تمام. ف دي قصه الملف الكامل للاجانب. ونتمنى واحد زي اليو ديانج ما يمشيش، نتمنى واحد زي معلول ما يمشيش، مش عايز اكتر من كده. ما تجيبش اجانب تانيه يا عم، كفايه السكواد اللي معاك. يا عم السكواد اللي معاك ده اقسم بالله تقفل بيه افريقيا كلها، بس المدرب فاهم كوره. مش عايزين تاني. واحد يقول لك احنا محتاجين مهاجم، مش محتاجين اي حد. احنا مش محتاجين صفقات تاني والله العظيم. هي متقشره للخطيب، ما تجيبش صفقات خطيب، بس قيد معلول. تمام. وأيد ديانج بس. خلاص يبقى كده مش محتاجين حاجه تاني. منافس الصفقات قافل. ممكن المدافع بقى مصري، نعمل ايه طيب؟ عايز تجيب مدافع، احنا كده هنبدا بالعاهات اللي معانا يعني، ما تقلقوش. هنخش كاس العالم للانديه عزيزي المشاهد باشرف داري وربيعه وياسر ومصطفى العش. خليك عارف لغايه دلوقتي لا يوجد مدافعين سيتم قيدهم للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. تمام. بس القايمه زي الفل، القايمه سكواد 10/10. ده بعد ما كنا مش لاقيين اللضا دعمنا ببن شرقي، وهندعم بتريزيجيه وبزيزو، وهنجيب حمدي فتحي لكاس العالم. واحتمال على فكره يا جماعه برضو دي بين السطور كده ان حمدي فتحي يتم التعاقد معاه ل 2030. هيرجع تاني لانه عايز يرجع ده. وانتوا تروحوا تجمعوا فلوس وترجعوا على طول. بس. تمام. ف بنطالب الخطيب، كابتن الخطيب، ما تمشيش معلول ارجوك، ارجوك ما تمشيش معلول. قيده في كاس العالم على الاقل هيبقى دوره اول مهمه وخرفه الملابس. انت رايح بطوله قاريه وعندك لعيبه لسه هتلعب كاس العالم لاول مره زي احمد رضا، زي نيدفيد اللي بقى لهم عليه 6 سنين. تمام. عندك دوره مهم في اوضه اللبس، كابتن. خده معاك كاس العالم، ما تهينوش الراجل اكتر من كده. دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاعنا. اتكلمنا النهارده عن موضوعين مهمين جدا. اول موضوع تاجيل الاعلان عن خوسيه ريفيرو المدرب الاسباني المرشح بقوه واللي خلاص على اعتاب جدران الاهلي لحد بعد مباراه فاركو.
فاذا كابتن عماد النحاس هو اللي هيقود مباراه فاركو اخر مباراه في الدوري. وتاني موضوع معانا خماسي اجانب الاهلي اللي مرشحين بقوه للاعب بكاس العالم للانديه من وجهه نظر الاداره، لكن من وجهه نظرنا احنا علي معلول محتاج يبقى اول واحد فيهم بحيث ان هو يلعب هذه البطوله. شكرا لكل الناس اتفرجوا علينا. يا ريت كنتوا يعني استمتعتوا بالفيديو بتاعنا، واستنوا لو ما عملتش اشتراك اعمل، انا شايفك اعمل على طول. استنوا مننا ان شاء الله فيديوهات الفتره الجايه، والنادي الاهلي هيفضل فوق الجميع ورقم واحد في مصر وفي افريقيا. والسلام عليكم. الدوري اهلي.